السلام عليكم ومرحبا بكم دائما عند خالتكم. اليوم جبت لكم من اروع الحلويات اللي راهي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب. كاع الناس هي تهضر عليها، حلوه البركان، ولكن جبتها على طريقتي، فرديه بنينه هشه وخفيفه قطن. نبدو على بركه الله، بسم الله، بلا ما ننسوا نصلوا على حبيبنا رسول الله عليه الف صلاه. نبدو كما شفتوا معايا. جبت حبات تاع بيض اللي كان في الثلاجه وحطيتها فوق البوطاجي باه يحملي باه نخدموا الكيك تاعنا. حطيت البيضات تاوعي كاملين، وعندي كاس غير ربع تاع سكر. ما نكثروش الحلاوه خاطش حلوتنا ما تجيش حلوه بزاف، وهذا هو المقدار تاع السكر. نجيب الباتور، ولا ما عندكش باتور ضربي بيدك حتى الخليط يبيض على هذا الشكل. نجيبو هنايا كاس غير ربع تاع زيت بنفس الكيله اللي درناها تاع السكر، ونبدو نحطوه فيه على دفعات كما راكم تشاهدوا فيا. نحط الزيت تاعنا غير بشويه كيما هكا حتى نكملوا كاع الكميه. هنا بناتي وخواتاتي، هذه المرحله مهمه باش الكاطو تاعك ولا الكيك تاعك يجيك خفيف ويجيك مقطن ويجي يتفتت غير وحده. بلا ما ننسى الكاس تاع الحليب اللي كنت ديجا دفيته، دافي فقط ماشي بارد، خاطش كنت جبتيه من الثلاجه غادي يخسر لك الوصفه تاعك. كبي هذاك الكاس على دفعات، وراكي في الوقت نفسه راكي تضربي. بناتي وخواتاتي، طلبا وليس امرا، ما تنساونيش غير جام هو اللي طلع لي لا فيديو ويخلي كاع الناس تشوفه وبارطاجوه، طلبا وليس امرا. حطيت هنايا مغرف تاع لافاني، مغرف تاع قهوه اللي نحركوا بها السكر، وحطيت واحد القبصه تاع ملح. ونجيبوا الفرين هنا. انا الفرينه ديجا راني مغربلتها وغادي نعاود نغربلها باش تجيني الكيكه تاعي مهويه، ما يجينيش مدكس. بناتي وخواتاتي، هذا الكيك يجي من اروع ما يكون. تنجمي ديريه للمناسبات، تنجمي ديريه لافراد عائلتك، تديه في يدك تقلعي به حشمه، يحمر الوجه ويعطيك كميه لاباس بها. هذا الكونتيتي غير جربوه وما غاديش تندموا. حطيت الكاس الثاني وراني نغربل فيه كيما شفتي معايا، وغادي نكمل كاع الكاس وغادي نزيد المكونات الاخرى. حطينا الفرينه تاعنا، نجيب هنايا 2 مغارف كاكاو تكون نوعيه جيده، وما يكونش هذاك الاسود، يكون داك البني اللي في كيما نقولوا لي عنده الكو تاع الشوكولا، خاطش كاين انواع تاع الكاكاو. جبت هنايا كيما قلت لكم بناتي 2 مغارف تاع ماكله معمرين، تاني نفوتوهم هكا في الصفايه باش ما يديرولناش هذوك الكرات ولا باش تعطينا نتيجه شابه. جبت هنايا حطيت هنايا خميره الحلويات نتوما حطوا 16 غرام، انا حطيت 20 غرام، ما عنديش تاع 8، ولكن نتوما حطوا 16 غرام، ولا ما عندكش ديري 20 غرام، ديري 2 ساشيات. ومغرف تاع خل اللي تكون معمره تاع ماكله، وجيبي الفوي تاعك وضربي الخليط، ضربي حتى تحصلي عليه كيما هكا. هنا جاني شويه خفيف للامانه بناتي، كل وحده والفرينه تاعها. زدت هنايا مغرف تاع فرينه راني نغربل فيها كيما هكا باش القوام تاع الكيكه تاعي اللي نحتاجه هذاك هو. نعاود نضرب غايه ديك الفرينه اللي درتها، ندخلوها مليح باش الفرينه تنسجم لي مع المكونات الاخرى. كما راكم تشاهدوا هذا هو الخليط تاعنا. شوفوا كيولي يجي من اروع ما يكون. هنا باش تعرفي الكيك تاعك راه ناجح، ديري رقم 8 تقعد لك كما شفتي معايا. نجيب هنايا سباتول، دائما نقول لكم ديروا هذه الخطوه للكيك ولا المسكوتشو ولا ديروها. دخلي كما نقولوا دخلي له الهواء غايه باش علاش باش لكاش فرينه كاش حاجه كاع تتخلط لك. شوفوا الخليط تاعنا ما شاء الله عليه، غادي نحطها على جهه ونروحوا باش نخدموا الكريمه مع بعض. كريمتنا اش نحتاجوا لها؟ نحتاجوا نص يطرو تاع حليب، ونزيد لها هنايا الفلون ذوق فاني. انا درت فاني، تبغي ديري فريس تبغي ديري اي نوع عندك، ولكن الفاني تجي هبال. درت هنايا هذا الساشي عنده 50 عفوا وزنه 50 غرام. زدت علبه تاع ياغورت ذوق فاني، تجي من اروع ما يكون هذه الكريمه. ضربي المكونات تاعك غايه خلطيهم، بعد عاده روحي جيبي الدقيق الذره اللي هو المايزينا او النيشه. درت 2 مغارف ونص تاع ماكله ماشي مقبين، كيما باش ما تجينيش الكريمه تاعي تجي فيها بنه مايزينا وتجي خاطره بزاف، بغيتها تجي خفيفه باش الكيكه تاعنا تجي شابه. نضربوا بارد في بارد كيما شفتوا معايا، نخلطوا مليح ما نخلو حتى كيما نقولوا كرات، ونبدو نحطوا فوق النار ونقابلوه، نبقوا نحركوا والنار ناقصه، ماشي ناقصه كاع ميته ولكن ناقصه.
هذاك هو، هذه هي الكيكه. وانا نقول سمحوا لي بناتي، عفوا، هذه هي الكريمه تاعنا، حطيتها بجهه وراني دروك نعمر في القوالب تاوعي. انا قلت لكم درتهم فرديين، انت تنجمي ديريها كما نقولوا في مول دائري، ديجا راني دايرتها لكم في القناه في مول دائري، تنجمي ديريها في مول مربع كما تبغي. انا هنايا قلت علاش لا ما نديرهاش كما نقولوا فرديه. جات ما شاء الله، جات روعه، جات هبال، ما جات شابه بزاف. نجيب هنا ديك الكريمه تاعي ونحط لها بنفس الطريقه اللي حطيناها عفوا اللي نحطوها من نديرو الكيكه كبيره. نحط هكذا هذا الكونتيتي كيما هكا. انا بقات لي منها للامانه، بقات لي الكريمه، درتها في الثلاجه وخليتها نحتاجها. غادي هنا راني شاعله عفوا راني شاعله الغاز تاعي ولا الكوشه، دخلته يطيب لي، من بعد حمرته غير ابان شويه من الفوق وخليته هنا فوق البوطاجي حتى يبرد. خاطش لو كانت ديمولوها وهي حاميه بناتي وخواتاتي تتفتت لكم. هاد الكيكه هشه بزاف، سونسيبل بزاف. هاد الكيكه لازم تخليه يبرد، غطيه خليه يبرد 10 دقائق ربع ساعه وروحي باش تزيني. التزيين تاعه بسيط، نجيبوا الشوكولاته خفيني ندفوها شويه، نديروها في الميكرووند غير قد ما تذوب لنا شويه، غير شويه ماشي بزاف، باش تعطينا كميه وما تجيش ثقيله. شوفوا كي تجي خفيفه تجي ما شاء الله. ندير كاع لو تور كيما هكذا للكيكه تاعي ولا الكيك تاعنا كيما هكذا، نعدلوها مليح مليح. وانا هنايا زينتها فقط اختياري، هنا تبغي ديري تبغي ما ديريش، زينتها بيبي دو شوكولا باش تعطيني منظر شباب. هذه هي كيكتنا، عفوا هذا هو الكيك تاعنا اللي درناه كيك فردي، كيكه البركان فرديه من اروع ما يكون، بنه طراوه خفه شابه بزاف. هنا جبت لها هنايا هاد لي كيسات تاع المادلان كانوا عندي، قلت علاش لا ما نديرهمش فيهم كفكره، وجاوني شابين بزاف. غادي نكمل على هاد الشكل كيما هكذا كاع نزين الكيك تاعي. وانا خليت 2 حبات بناتي للامانه، خاطر ولدي قال لي ما ديري لي لا شوكولا لا، خليها لي كيما هكا ناكلها. خليت له حقه بلا تزيين، درتها في الثلاجه. وهنا بناتي وخواتاتي كي تكملوا هذا التزيين تاعكم وديروها في البلا، دخلوها للثلاجه، خاطر راهي عدد ديجا حاميه. غادي كي تدخليها للثلاجه عفوا تولي من اروع ما يكون مباشره. كي تكملي التزيين تاعك دخليها للثلاجه. هذه هي حلوتنا بناتي تاع اليوم، كيكه البركان الفرديه، اول مره على اليوتيوب. نتمنى فقط تجربوها بناتي وتردوا لي كيفاش جاتكم، تجي من اروع ما يكون. شوفوا غادي نفتح عفوا غادي نقسم معكم حبه وشوفوا كي تجي الهشاشه والطراوه ما عندي ما نقول لكم بناتي واخواتاتي، جات من اروع ما يكون. شهيدكم في الجنه. شوفوا الخفه، شوفوا جات شباب بزاف. جربوها بناتي واعطوني رايكم فيها. نتمنى الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله.